وحجز زي ما حضرتك عارف. استاذ محمود كان بيسال عن الام في العضلات في الفخذين. يعني انا نسيت اسال سنه كام، اسال الله العظيم ان يطيل في عمره ويبارك في عمره. استاذ محمود، حاج محمود، هستاذن حضرتك على الريق ان شاء الله صباحا ان لم يكن هناك سكر. لو ما كانش فيه سكر هناخد معلقه من العسل ومعلقه من الخميره بتاعه الفرن، هتذاب وتشرب على الريق يوميا. معلقه من العسل ومعلقه من الخميره هتذاب في كوب من الماء او كوب من اللبن وتشرب على الريق يوميا، وايضا قبل النوم كل ليله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك هتجيب مجموعه من الزيوت: زيت الخردل، زيت الجنزبيل، زيت النعناع، وزيت زيت الخردل وزيت الجنزبيل وزيت النعناع وزيت الثوم وزيت القرفة. كل هذه الأنواع ال5 أنواع من الزيوت تمزج جيدا وتدلك بها العضلات اللي فيها ألم صباحا ومساء مع عمل تمارين رياضية. وحضرتك قاعد نبتدي ان احنا نثني الفخذين شوية ونمدهم والساقين، نبتدي ان احنا نجري الدورة الدموية شوية. واتمنى من حضرتك ان انت تطمن على السكر، تعمل تحليل سكر صائم